تعرف إن أكبر محطة قطر في برلين وأسرع نول نسيج في العالم وأجمل مباني ألمانيا كلهم وراهم عقول عربية. عشان كده النهاردة هنحكي عن 5 شخصيات عربية مش بس نجحوا في ألمانيا، دول بنوا ألمانيا اللي بنشوفها النهاردة. ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات. أول شخصية المهندس هاني عازر. سنة 2006 العالم كله كان عينه على ألمانيا عشان كأس العالم، بس برلين كان عندها أزمة تانية خالص. كان لازم يخلصوا محطة برلين المركزية، أكبر محطة قطر في أوروبا، وده المشروع اللي المهندسين سموه المستحيل الهندسي. في وسط قلق الحكومة الألمانية والجدول الزمني الضيق كان في مهندس مصري من طنطا هو اللي ماسك الدفة، المهندس هاني عازر، المهندس المعماري اللي غير شكل عاصمة ألمانيا برلين. الحكاية بدأت سنة 1995. الحكومة الألمانية كانت عايزة تربط شرق المدينة بغربها بعد توحيد ألمانيا، بس المشكلة اللي كانت بتمنع ده يحصل هي نهر اسمه شبريه، وتربط برلين الطينية الهشة اللي شبه الجيلي. فالمعجزة في تصميم المحطة هنا ايه؟ ان برلين ارضها طينية والمية الجوفية فيها عالية جدا، والمحطة كان لازم تتبني فوق نهر شبريه. بس هنا فكرة هاني عازر كانت هندسة بره الصندوق. صمم المحطة عشان تكون على عدة مستويات تحت الارض وفوقها. فالتحدي الكبير هنا ايه؟ كان انه لازم يركب سقف ازاز عملاق وزنه الاف الاطنان من غير ما يوقف حركة القطر او النهر. فاستخدم تقنية الجسور المعلقة، بمعنى انه بنى اجزاء السقف رأسي بالطول وبعدين نزلها واحدة واحدة ببطء شديد وبدقة المليمتر، في عملية حبست أنفاس ألمانيا لمدة 54 ساعة متواصلة من غير نوم. وقبل الافتتاح بشهور الضغط كان مرعب، الحكومة الألمانية كانت خايفة المحطة ما تخلص، بس هاني عازر كان بيرد عليهم بكلمة واحدة، إن هي هتخلص في ميعادها. وفعلا في مايو 2006 افتتحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحطة، وقفت قدام الكاميرات وقالت جملتها الشهيرة: Hanni Aser hat diesen Traum Wirklichkeit werden lassen. وخد أعلى جايزة تكريم في ألمانيا وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، واختاروه كواحد من أهم 50 شخصية في تاريخ برلين الحديث. والألمان نفسهم بيقولوا إن هاني عازر ما بناش محطة، ده بنى رئة جديدة لقلب ألمانيا. فقصة هاني عازر بتقول لنا إن العقل العربي لما بيتحط في بيئة بتقدر العلم بيقدر يغير خريطة العالم، مش بس خريطة المواصلات. تاني شخصية رفيق شامي. تخيل لو حد سافر دولة أوروبية زي ألمانيا وتعلم لغتهم فقرر يكتب كتب بالألماني، هل هيعرف يقنعهم يقروا كتب ويسمعوه؟ لأنه كمان مش هيكتب لهم عن ألمانيا أو عنهم، هيكتب عن بلده هو سوريا. فهل هيهتموا باللي بيكتبوا ويتأثروا بيه؟ تحدي صعب صح؟ بس ده اللي عمله الكاتب السوري رفيق شامي، الراجل اللي خلى الألمان يقعوا في حب اللغة العربية ويعرفوا قصص ألف ليلة وليلة وهم بيقروا بالألماني. سنة 1971 وصل الشاب السوري رفيق شامي لألمانيا، بدأ كعامل في مصانع كيميائية ومصانع نسيج، وكان بيكتب القصص بتاعته في أوقات الراحة، وكان جواه مخزون كبير من حكاوي الشام وحكايات حارات دمشق وصوت جده وهو بيحكيله قصص ألف ليلة وليلة. فخد شامي قرار جريء إنه هيكتب بالألماني، بس هيكتب عن ثقافته العربية السورية. فكتب أهم أعماله الجانب المظلم من الحب وحكوات الليل. ما كانتش بس روايات، كانت دعوات مفتوحة للألمان عشان يفهموا الثقافة العربية ومعنى العشق والكرم والصبر الشرقي. في أمسياته الأدبية مش بيقرأ من كتاب، بيقف ويمسك المايك ويحكي ويرتجل، فبيسموه حكواتي. الجمهور الألماني انبهر بقدرته على الارتجال باللغة الألمانية، والنقاد في ألمانيا بيقولوا عليه إن رفيق شامي هو الجسر اللي عبرنا عليه عشان نكتشف إن الشرق مش سياسة وحروب فقط،
بل هو فن وحب وسياسة، وبسببه امتلأت بيوت الألمان بروايات تحكي عن حارات دمشق. كسب أكتر من 30 جايزة أدبية وكتبه باعت ملايين النسخ. تالت شخصية زها حديد، مهندسة عراقية من بغداد غيرت شكل المباني في ألمانيا. الحكاية بدأت بمهندسة جاية من بغداد، والناس في أوروبا شايفين إن تصاميمها مستحيلة التنفيذ، لكن البنت دي ما استسلمتش. زها بدأت حياتها المعمارية بأفكار جريئة جدا، خطوط وانحناءات غريبة ومباني شكلها كأنه جاي من المستقبل. وفي وقت كان العالم كله بيمشي على القواعد التقليدية، هي قررت تكسر القاعدة نفسها. سنين طويلة مشاريعها كانت على الورق بس، ناس كتير قالت أفكار حلوة بس مستحيل تتبني، لحد ما جات لها الفرصة الذهبية في ألمانيا. شركة BMW كانت بتبني مصنع ضخم في مدينة لايبزيغ، وعايزة مبنى إداري مختلف مش تقليدي، وحاجة تعبر عن السرعة والحركة. فزها حديد قدمت تصميم عبقري، فكرة عبقرية كأن العربيات طايرة فوق المكاتب. زها صممت المبنى بيعتمد على فكرة الانسيابية، عملت حاجة لفتت نظر العالم كله. الفكرة اعتمدت على دمج الحركة، خلت سير إنتاج السيارات وهي نص مصنعة لسه بتتصنع تمشي في مسارات شفافة فوق رؤوس مكاتب الموظفين والمهندسين، وده كان ليه هدف هو كسر الحواجز. الفكرة ما كانتش ديكور، الفكرة كانت انها عايزة تلغي الحاجز بين العامل والمهندس والإدارة. الكل شايف شغل بعضه، والكل بيتحرك في فضاء واحد وكأنه نهر من الحركة بيجري. تصميم المبنى ملوش زوايا حادة تصدم العين، كأنه قطعة قماش تقيلة بتلف بانسيابية في المكان. وافتتحوا المبنى سنة 2005، ووقتها العالم فهم ان افكار زها المستحيلة بقت واقع. وزها حديد خدت جايزة بريتزكا، اعلى جايزة في الهندسة المعمارية، وكانت هي اول امرأة في التاريخ تاخدها سنة 2004. والمبنى بتاع BMW لحد النهاردة بيتدرس كنموذج للعمارة الحديثة. رابع شخصية معانا عدنان وحود، مخترع سوري من دمشق، سافر ألمانيا وهو شاب طموح، وقدر بعقله وإصراره يغير صناعة النسيج في ألمانيا. سافر ألمانيا سنة 1971 واشتغل هناك في شركة دورنييه الألمانية، وهناك بدأ يلاحظ ان تكنولوجيا النسيج التقليدية بطيئة ومحدودة، فجات له فكرة نول الهوا. النول هو المكنة اللي بتصنع القماش. القماش عبارة عن شبكة من الخيوط، خيوط الطول ودي بتبقى مشدودة وثابتة في المكنة، وخيوط العرض ودي لازم تعدي من وسط خيوط الطول بشكل تبادلي، مرة فوق ومرة تحت عشان يتنسج القماش. زمان كان في حاجة اسمها المكوك، ودي قطعة خشب أو معدن شايلة خيط العرض وبتمشي رايح جاي يدوي أو ميكانيكي عشان تنسج القماش. المشكلة ان المكوك ده تقيل وصوته عالي وسرعته محدودة. ففكرة اختراع عدنان وحود انه فكر في فكرة ثورية، ليه نستخدم مكوك اصلا؟ ليه ما نخليش الخيط يطير؟ ازاي؟ بمعنى انه شال المكوك التقيل خالص من المكنة واستبدله بنفاثات هواء دقيقة جدا ومضغوطة، فالهواء المضغوط ده بيضرب طرف الخيط، فالخيط بيطير بسرعة البرق من اول النول لاخره في جزء من الثانية، ويمر بين خيوط الطول من غير اي احتكاك ميكانيكي. فالاختراع ده خلى الانتاج اسرع وادق والاعطال اقل وبيوفر كهرباء، وخلى الصوت اهدى والقماش متين اكتر. فسجل اكتر من 500 براءة اختراع بسببه، رقم خيالي خلى الشركات العالمية تتسابق عشان تستخدم التكنولوجيا بتاعته. فبسببه فضلت ألمانيا في صدارة صناعة ماكينات النسيج رغم المنافسة القوية مع شرق آسيا، فخد وسام الاستحقاق الألماني، وده أعلى وسام في الدولة في ألمانيا، وخد لقب مخترع العام كذا مرة في مدينة لاندو الألمانية. خامس شخصية معانا والأخيرة أدونيس، شاعر عربي كلماته اتكتبت باللغة العربية لكن صداها وصل لمدن أوروبية زي برلين وفرانكفورت. القصة هنا عن أدونيس، اسمه الحقيقي علي أحمد سعيد إسبر.
الألمان بطبيعتهم شعب بيحب الفلسفة، وأدونيس مش بس شاعر بيكتب كلام موزون، ده مفكر بيغوص في الجذور. فمن أهم أعماله زي كتاب أغاني مهيار الدمشقي وكتاب الثابت والمتحول قدر يشرح للألمان إن الحضارة العربية مش بس تاريخ قديم، لا دي حضارة حية قادرة تجدد نفسها وقادرة تخاطب العقل الغربي بنفس لغته القوية. في سنة 2011 ألمانيا كانت بتتكلم عن اسم واحد، أدونيس، لأنه في اليوم ده فاز بجائزة جوتا، ودي من أهم الجوائز الأدبية في ألمانيا، وهو العربي الوحيد اللي كسبها لحد النهاردة. فلجنة التحكيم لما اختارته للجائزة قالت عنه ein Grenzgegner zwischen den Kulturen, der sie vor die europäische Leserschaft erschlossen hat. يعني هو إنسان عابر للحدود بين الثقافات، وهو اللي فتح للقارئ الأوروبي سكة جديدة عشان يفهموا ويقربوا من الثقافة العربية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.